تعالى في فيديو النهارده اعرفك الفرق ما بين voracious بالاو voracious بالاي مع الامثله المترجمه، وكل ده يمكن في دقيقتين او اكتر. ويلا بينا نبدا الفيديو. طبعا ما تنساش تجيب معاه ورقه وقلم عشان تكتب الامثله. اول كلمه معايا كلمه voracious بالاو ومعناها شره او نهم، ودي تعتبر adjective او صفه. والكلمه دي ليها معنيين. المعنى الاول بيقول wanting or devouring great quantities of food، اللي هو حاجه مرتبطه بالاكل، عاوز او بيلتهم كميه كبيره جدا من الطعام. المعنى الثاني بيقول engaging in an activity with great eagerness or enthusiasm. engaging in an activity with great eagerness or enthusiasm، يعني بتخش في activity او نشاط معين وعندك حماس شديد. والمثال بيقول او الامثله بتقول he has a voracious appetite. he has a voracious appetite يعني عنده شهيه نهمه جدا او شرهه. والمثال الثاني بيقول she is a voracious reader. she is a voracious reader يعني هي قارئه نهمه، يعني بتقرا كتير جدا. يبقى voracious بالاو معناها شره او نهم. اما الكلمه الثانيه voracious بالاي، ودي برضو صفة معناها أمين أو صادق. والمعنى بالإنجليش بيقول speaking or representing the truth. speaking or representing the truth يعني بيقول أو بيمثل الحقيقة. والمثال بيقول he's a voracious and trustworthy historian. he's a voracious and trustworthy historian يعني هو مؤرخ أمين وصادق، وtrustworthy يعني موثوق. يبقى كده الكلمتين تاني صفات. voracious بالاو معناها شره او نهم، اما voracious بالاي يعني امين او صادق. وخلي بالك ان نطق واحد في الاثنين. طب تعالى بقى نحط الكلمتين في جمله واحده ونقول because he is voracious he admitted that he ate the whole pizza as he has a voracious appetite. because he is voracious he admitted that he ate the whole pizza as he has a voracious appetite. يعني لأنه صادق أو أمين اعترف أنه أكل البيتزا كلها كاملة لأنه لديه شهية كبيرة. وبكده خلصنا الفيديو. ما تنساش طبعا ان انت تكتب لي تحت في الكومنتس جمل باستخدام الكلمتين دول مع بعض عشان تبين ان انت فهمت الفرق ما بينهم. وما تنساش طبعا تدعمنا باللايكات الكتير عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من المتابعين، والكومنت كمان والشير. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.